عظمه تتكسر بسبب خبطه بسيطه ده مش فيلم رعب، دي هشاشه عظام. هشاشه العظام من الامراض اللي بنسميها مرض صامت، لان ما بيكونش ليها اعراض واضحه في البدايه، وغالبا كتير من الناس بيكتشفوها لاول مره بعد كسر مفاجئ او مع الام متكرره في العظام بدون اسباب واضحه. اسباب الهشاشه متعدده، ومنها تقدم في السن، قله الحركه والنشاط البدني، نقص فيتامين د والكالسيوم، بعض الادويه زي الكورتيزون بالذات لو اتاخدت لفترات طويله، كمان عند السيدات بعد انقطاع الطمس بسبب بعض التغيرات الهرمونيه اللي بتاثر على كثافه العظام. عشان كده التشخيص المبكر مهم جدا، وبنعمله من خلال اشعه بسيطه اسمها ديكسا سكان بنقيس بيها كثافه العظام. الوقايه والعلاج بيبداوا بخطوات يوميه سهله، وهي ممارسه نشاط بدني وبعض التمارين الخفيفه بانتظام، التغذيه الغنيه بالكالسيوم وفيتامين د، والتعرض للشمس حتى لو دقائق قليله كل يوم. وفي الحالات المتقدمه ساعات بنحتاج ادويه ترفع كثافه العظام، سواء اقراص او حقن بتتاخد بشكل دوري. لو عندك عوامل خطر او بدات تحس بالام في عظامك بدون سبب واضح، ما تستناش لحد ما يحصل كسر. الكشف بدري والعلاج المناسب بيحافظوا على قوه عظامك ويجنبك مشاكل كبيره.